بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث: أقسام الصوم. والصوم على 6 أقسام: واجب وسنة ومستحب ونافلة ومحرم ومكروه. فالواجب صوم شهر رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات كلها، وهي كفارات الظهار والقتل واليمين ورمضان وكفارة رمضان، وصيد الحرم والمحرم، وصيد الحرم وصيد المحرم، وكفارة وصيام التمتع للمتمتع، والصيام من أجل إماطة الأذى، يعني فدية الأذى. وإنما يجب الصوم في هذه الكفارات على من تعين عليه، فالصوم في بعضها واجب مخير، وفي بعضها مرتب مع غيره كالعتق والإطعام والكسوة. والسنة صوم يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم. وتقدم أن بعض العلماء يقول إن صيامه كان مفروضا ثم نسخ فرضه بصيام رمضان. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويستحب أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده معه، أن يصوم 9 والعاشر أو 10 و11، ففي الحديث مخالفة لليهود. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 و10. ويستحب صيام الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم وعشر ذي الحجة، فقد روى. ويندب صوم 10 ذي الحجة، فقد روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء. والعبادة كلها في 10 ذي الحجة لها مزية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وصوم اليوم التاسع منها وهو يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولا يندب للحاج صومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مفطرا يوم عرفة. فقد روى البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات فشربه. ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صوم 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. والأولى أن تكون هذه الأيام يوم 13 و14 و15، وهي الأيام البيض، لما رواه الترمذي: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. وفي سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض، فذكر نحو حديث الترمذي. ويستحب صوم يومي الخميس والاثنين، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ويستحب صيام 6 أيام من شوال، لحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وفي الموطأ قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. انتهى. هكذا قال مالك رضي الله عنه، لكن السنة أولى بالاتباع. وقال ابن عبد البر وغيره من علماء المالكية: إنه لا يكره صومها استنانا. ولفظ ابن عبد البر: لا يكره صومها على ما أراده الشرع. ويستحب أن يصوم من شعبان، لحديث: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت من سرار شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه، رواه مسلم. والسرر بفتح السين وكسرها جمع سرة، ويقال أيضا سرار وسرار بكسر السين وفتحها، وكله من الاسترار، والمراد به آخر الشهر. سميت ليالي آخر الشهر بذلك لاسترار القمر فيها. هذا قول الأوزاعي وجمهور العلماء. وقال بعض العلماء إن المراد بسرار الشهر وسطه، وهي الأيام البيض. قال ابن السكيت: سرار الأرض أكرمها ووسطها، وسرار كل شيء وسطه وأفضله. وقوله: إذا أفطرت رمضان يعني من رمضان، كقوله تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه، فمن مرادة وإن لم يلفظ بها. والنافلة كل صوم مطلق لغير سبب، والصوم من أفضل العبادات كما تقدمت الأدلة على ذلك. ومنها: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي مسلم: باعد. والصوم المكروه صوم الدهر، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، كررها 3. ويكره إفراد الجمعة بالصوم، لحديث: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وأما الحديث الذي ورد في النهي عن صوم يوم السبت
فقد رواه الترمذي وحسنه، لكنه معارض بهذا الحديث المتفق على صحته، لأن اليوم الذي بعد يوم الجمعة هو يوم السبت، ومعارض بما رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول إنهما يوما عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهما، فيحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم كما نص عليه المالكية وابن قدامة في المغني. والله أعلم.